بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اخواتي متابعيني دايما مشرفين ومنورين يا حبيبي في قناة. يا رب ما نحرم من وقفتكم معايا يا رب ابدا. تعال نشوف النهارده هنعمل ايه، حاجة من الزمن الجميل بقى، من زمان ما عملناش الايه العجة والبيض الجميلة دي ما شاء الله. الخضار بقى كتر والكلام ده، هنعمل بقى عجة جميلة النهارده كده تستاهل بقكم النهارده بإذن الله. تعالوا نقول بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنبدأ نعمل مع بعض العجة الجميلة دي يا حبايبي. حاجة جميلة وموفرة، قلنا النهارده الخميس بقى ونقام ونتقضى ونعمل حاجات كده النهارده ماشي. طيب معنا البيض المتوفر عندك، مش بلزمك بأي بيض معين. انا عاملة 3 بيضات اهمت ما شاء الله، 3 حبات من البيض ما شاء الله، عشان كان عندي اكل فايت تاني. اول حاجة يا حبايبي هنعمل ايه، معنا بصلة مدبلينها في الزيت ماشي، في معلقتين زيت ماشي يا حبايبي. لازم تدبليها عشان خاطر البصله ما تبقاش ريحتها طريه كده. وبعد كده ننزل عليها بالخضره. وبعد كده معانا ايه، حوالي قرن فلفل رومي اخضر، وقرن فلفل حراق احمر برضو، وحبايه طماطم صغيره ماشي. يبقى معانا كده بصل متدبل، معانا خضره ثلاث انواع من الخضره ما شاء الله، شبت وكزبره وبقدونس. معانا قرن فلفل رومي اخضر، معانا قرن شطه احمر ما شاء الله حراق شويه. معانا يا حبايبي ايه بعد كده حبايه طماطم واحده بس ماشي. هنشيل ميتها كده وايه، نقطعها قطع صغيره كده ماشي يا حبايبي. هنقلب بقى التشكيله الجميله الخضره دي كاننا بنعمل سلطه بالظبط، مشكله كده زي ما انتم شايفين. هنقلبها تقليبه حلوه عشان كل حاجه تختلط مع بعضها ماشي يا حبايبي. انا بقى معانا ايه، هيبقى معاكي ايه، انا بعملها كده الاول ليه، عشان ادوق الطعم بتاعها، يعني الملح بتاعها. معايا ايه، معلقتين نشا، معلقتين قصدي دقيق او 3 حسب البيض اللي عندك. هنعفر بهم الحاجات دي عشان تبقى ما فيش فيها، مش ميه كده وفيها ميه، لا احنا عايزينها تبقى ناشفه وماسكه نفسها كده. ومعانا ايه، نص معلقه بيكنج باودر كده ايه، يعني لو انت حسب البيض اللي عندك زي ما انا بقول. انا حطيت نص معلقه ماشي يا حبايبي. وبعد كده دقتها الاول عشان اشوف الطعم الاول الحدق بتاعها. وطبعا نزلت في البهارات زي ما انتم شايفين في الاول، كزبره ناشفه وفلفل وشطه وكمون وحبه بابريكا، وبرده نص معلقه قرفه عشان زفرت البيض. وبعد كده نزلت بالبيض يا حبايبي بقى والملح طبعا، وقلبت تقليب كويس جامد بقى. كل الخلطه دي قلبتها مع بعضها، وجبت صينيه كده حوالي 28 حسب على قد المقدار اللي عندي، ودهنتها دهنه زيت معتبره، زيت يعني حوالي ربع كوبايه كده. لو وصلتوا معايا المقطع دي يا حبايبي حطوا لنا كومنت حلوه كده، ولايك جميل يشجع الفيديو ده، وفعلوا زر الجرس عشان كل جديد يوصل مننا باذن الله. واللي ما اشتركش في القناه بتاعتنا يشترك يا حبايبي، دايما اشتراككم بيسعدنا وبيفرحنا ماشي يا حبايبي. فضيتها في الصينيه اهوت، وطبعا حاطه ايه ربع كوبايه زيت زي ما انتم عارفين، عشان خاطر هي اللي هتسوي لنا الايه العجه بتاعتنا يا حبايبي. وبعد كده معلقه هدهت بقى وش الصينيه، وادخلها بقى ايه على فرن، احمر وشها. وبرده هتولعي من تحت الاول، لما تتنجد كده وتحمر وتنجد معانا ما شاء الله وتحمر من الجنوب، هتبتدي تولعي الشوايه تحمر وشها بس ماشي يا حبايبي. وطلعه جميله معانا، وجميله تاكلوها ما شاء الله، طعمها جميل جدا والله العظيم. ان شاء الله الحاجات اللي من زمان دي اللي احنا افتقدناها ما عدناش بنعملها دي، هنرجع لها تاني ونعمل منها حاجات جميله يا حبايبي. ايه رايكم بقى في صينيه العجه الجميله دي؟ اعملوها يا حبايبي لاولادكم، حلوه وتنفع للولاد في السندوتشات برده، وجميله والله. وفي العشاء في الفطار في اي في وقف يعني وجبه غدا برده تنفع معاهم ان شاء الله ماشي ماشي يا حبايبي. يا رب فيديوهات تنول اعجابكم يا حبايبي. ما تنسوناش في اللايكات، عشان اللايك الجميل ده اللي بيرفع الفيديو. ما تنسوناش في اللايكات عشان خاطر ايه، القناه تقف على رجلها كده يا حبايبي. دايما كده بتدعموني وبتوقفوني على، يعني ما شاء الله بتقف دايما في ظهري كده وساندني، عشان خاطر القناه بتاعتي تقف على رجلها يا حبايبي. يا رب ما تحرم من دعمكم ليا ابدا ولا وقفتكم معايا. تنسوش الايه الكومنت الجميل اللي بيشجعنا وبيفرحنا ده. هنقطعها بقى يا حبايبي، هتبقى قطع. نص معلقه البيكنج باودر دي اللي هتخليها ما شاء الله ايه منفوخه كده وما شاء الله متختخي كده وجميل ماشي يا حبايبي. قطعناها قطع بقى، والله نقطعها وهي لسه سخنه ما شاء الله. ايه رايكم بقى، طالعه جميله وما شاء الله متماسكه وجميله جدا. معلقتين الدقيق دول ما شاء الله بيخلوها متماسكه برده وجميله، وكلها خضار كده وجميله. يا رب فيديوهات تنول اعجابكم وتبقى عند حسن ظنكم. مع السلامه.